يعني ايه داتا سيت؟ المصطلح ده بنسمعه كتير قوي، واحنا لما بنيجي نتعلم على الداتا اناليسيز او الداتا ساينس دايما بتسمع ان انا بشتغل على داتا سيت. الداتا سيت هي اساس كل حاجه في شغلك، هي المعلومات اللي انت بتشتغل عليها في الدومين اللي انت بتشتغل عليه. وليكن انا لو شغال في دومين الهيلث كير، انا متوقع ان الداتا سيت تبقى ايه؟ معلومات عن المريض، سنه واسمه والحاجات الاساسيه بتاعته، وفي نفس الوقت الاعراض او الحاجات اللي هو حاسس بيها، والتشخيص اللي موجود او الراجل ده شخص بايه او المرض اللي عنده ايه بالظبط. فالداتا سيت هي المعلومات الاساسيه في الدومين اللي انا موجود او شغال عليه. على حسب بقى انت داتا ساينتست ولا داتا اناليست، بتبدا تشتغل على الداتا سيت دي. لو انت داتا اناليست بتطلع انسايت، وبعد الانسايتس بتعمل داشبورد وتبدا تشوف التاثير بتاع كل حاجه موجوده عندك في الداتا دي، وتبدا تشرح ده للمانجيريال ليفل عشان ياخدوا بناء عليه قرار. ولو انت راجل داتا ساينتست تبدا برضو تستخدم الداتا سيت دي، ولكن علشان تبدا تعمل ماشين ليرنينج موديل، فتبدا تبريدكت الفيوتشر او ايه اللي هيحصل بعد كده بناء على استخدامي للداتا سيت دي. فالداتا سيت هي اساس شغلك از داتا اناليست او داتا ساينتست. لو عايز تعرف اكتر تابعنا الفتره الجايه.